بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعادل بتروجيت مع الأهلي. تعالى كده أقول لك أسباب التعادل في كام نقطة بسيطة. أول نقطة ترب، بدايته غلط، بدايته غلط مليون في المية. تاني نقطة تخاذل اللعيبة. تالت نقطة في لعيبة دي مش مراكزها، هي مش عافية يا جماعة، هي مش عافية. طاهر مش فيرود، ما يعرفش يلعب فيرود وعلى قده. تاني حاجة الراجل بالتريزيجيه مش 10. هو طول عمر تريزيجيه بيلعب على الخط، اذا كان جناح يمين جناح شمال او وينج او بيلعب حتى باك شمال. اذا كان بيلعب باك شمال مع حسام البدري في اوقات، فالراجل طول عمره بيلعب على الخط الشمال، عمره ما لعب في الحته دي، ومش صانع العاب مبتكر ومش صانع العاب مبتكر. فانت لما عدلتش ماتش الشوط الثاني عملت تغييرات صح ونيلته اكتر من تغيير قفشه. تغيير قفشه دي يعني تغيير نتنا. ما تطلع يا عم بين رمضان 10 قدام، يا عم طلع بين رمضان 10 قدام وسيب اشرف بن شرقي زي ما هو. انا وجهه نظري تورب النهارده يشيل نص واللعيبه تشيل نص، وتورب عليه بقى يشوف امكانيات لعيبته. ديك شفت بعينيك هو طاهر عمره ما يصلح ان هو يبقى فرود، والله وتريزيجيه ما يصلح ان هو ب 10. افضل عند كلامي، عمرهم ما يصلحوا في المراكز دي. طول ما احنا بنلعب كده، طول ما احنا